وجه آذار خليل القيادي في حركة المجتمع الديمقراطي تفدم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك دعوة أي شخص أو كتلة من الائتلاف تجد نفسها معنية بالثورة وتجد نفسها فاعلا في ثورة مكونات روجافا شمال سوريا ضد ما اسماه بالإرهاب والاستبداد، وأكد أن أبوابهم مفتوحة أمامهم اليوم أكثر من أي يوم مضى. حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم وفي مؤتمر صحفي من انهيار سوريا دون التطرق هذه المرة إلى دعواته السابقة في تغيير سدة النظام السوري جذريا، وتفادى تحميل الأسد مسؤولية ما يحدث في بلاده. واعتبر المراقبون هذا التغيير اللافت في خطابه رسالة عدائية إلى مشروع الفيدرالية الذي تبناه الكرد في سوريا. شن النظام السوري هجوما عنيفا على منطقة الملاح شمال حلب مقابل طريق الكاستيلو، مما تسبب بفقدان الكثير من المواطنين لحياتهم جراء ذلك. وأوضحت مصادر محلية لبريس 23 بأن هدف النظام من ذلك هو تطويق مدينة حلب بالكامل. وقعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب العمال الكردستاني PKK والجيش التركي في منطقة الباك التابعة لولاية وان بشمال كردستان، ولم يصدر أي منهما بيانا رسميا بحصيلة من فقدوا حياتهم من الطرفين. أصدر الكونغرس الأمريكي عدة قوانين مؤخرا، منها قانون يجبر الحكومة على منح عشرات المليارات من الدولارات سنويا للدول والأقاليم في العالم كمساعدات اقتصادية وعسكرية، ومن المرجح أن يكون إقليم كردستان بينها. انطلقت قمة قادة الناتو يوم أمس الجمعة في العاصمة وارسو، حيث وصفها الحلف بالتاريخية، في حين قالت روسيا أنها ستزيد من حدة التوتر في شرق أوروبا.